السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين يا جماعة. إن شاء الله تتمتعوا بالصحة جيدة، ربنا يديكم الصحة. فيا جماعة دائما وأبدا زي ما قلنا لكم يا جماعة في كتابنا المفضل يا جماعة، عشان نستفيد كلنا. الكتاب هو أنحت وحقق هدفه. تمام. فلما نجي لمشروع الأهداف يا جماعة، موضوعنا اليوم موضوع الهدف. كويس. طبعا معظمكم ولا 90% ولا 98% يا جماعة كل واحد عنده هدف في حياته. تمام. لكن طريقة تفكير في أهدافنا هي خاطئ. كل واحد عنده هدف. تمام. فأهداف أنت لازم تحدد الهدف تحديدا. يعني مثلا نجيب أمثلة، لأنه شروحاتنا دائما بطريقة بسيطة جدا، فلازم نجيب أمثلة عشان نودي أكتر. تمام. فلذلك أنت لما تكون عندك هدف يا جماعة عايز تحقق، لازم يكون هدفك محدد بالتحديد. يعني لازم تحدد الهدف. فمثلا إذا قلنا يا جماعة أنت عايز تروح السوق، أنت كنت جالس مع أصحابك، فأخبرتهم تريد أن تذهب إلى السوق يا جماعة. فلذلك لازم تحدد إلى أين تريد أن تذهب في السوق تحديدا، في أي مكان في السوق. طبعا السوق دائما وأبدا يا جماعة بيكون سوق كبير جدا، فلذلك لازم تحدد الموقع الذي تريد أن تذهب عليه. تمام. كويس. يعني في المطعم كذلك، فإذا أخبرت أصدقائك إنك تريد أن تذهب للعشاء في المطعم، فإذا هنا بتجيك السؤال، هتأتي السؤال من هنا، في أي مطعم تريد أن تذهب بالتحديد. تمام. يعني أنت لازم تحدد المطعم بالتحديد، لأنه في كمية من المطاعم، فلذلك أنت لازم تحدد الهدف بالتحديد. يعني المطعم اللي عايز تروح عليه لازم تحدده بالتحديد. كويس. فلذلك أنت لما عايز تكون مثلا، مثال أخرى، إذا تريد أن تذهب إلى الجيم وتريد أن تنقص قليل من وزنك، كويس، صح. لكن أنت لازم يا جماعة لازم تحدد كم تريد من الوزن أن تكسرها، كم كيلو بالتحديد. أنت لازم تحدد كم كيلو تريد أن تكسرها إذا ذهبت إلى الجيم للتمارين. أنت لازم تحدد عشان يكون واضح. هدفك لازم يكون واضح، لأنه نوع من النقص في الوزن دي هدف عايز تحققها، هي صعبة، ولو كان صغير ولا كبير هو صعب تحقيقها. لكن أنت لما تحدد الهدف أنت لازم تعرف كيف بتنجزها. فلذلك الأهداف أنت لازم تحدد الهدف بالتحديد. إذا أنت عايز تشتغل مثلا تجارة، فالتجارة لها طرق كثيرة جدا، فيها طرق كثيرة جدا. أي نوع من التجارة تريد أن تشتغل، أن تبدأ فيها مشروعك، مثلا أي نوع من التجارة، لأنه التجارة كثيرة جدا. لا، كل شيء لما أنت تشتغل في السوق تعمل أي حاجة يا جماعة ما يسمى تجارة. كل ما تملكه ويتم بيعه منك، شراؤه منك، هذا يسمى التجارة. فلذلك أنت لازم تحدد أي نوع من التجارة، لازم تحدد. يعني كل شيء اللي أنت تريد أن تفعله يا جماعة لازم يكون شنو؟ محدد بالتحديد، لازم يكون محدد. تمام. هذا لازم يكون محدد، كل شيء يكون محدد يا جماعة، ما يكون شيء عشوائي، لازم يكون محدد بالتحديد. فإذا حددته فتستطيع أن توصل بكل أريحية وسهولة. ده في حالة تحدد. لما تحدد. تحياتي.